عجوز البساتين. واحدة عجوزة زي دي أنا عايزة أفهم إزاي قدروا يوصلوا لها، وإزاي خلوها تسمع كلامهم ويروجوها لدرجة إن هي أصلا مش قادرة تتحرك من مكانها. إزاي تنادي على بنت ومتنقش غير البنات الكبيرة الشابة، تنقي كده البنت وتقول لها تعالي اسنديني، فجأة تروح مشكها بالحقنة، البنت تدوخ، يجي اتنين بتوك توك ياخدوها. طب روجوا الست دي ازاي؟ وانا عايزه افهم حاجه يا جماعه، السؤال ده محيرنا قوي بصراحه. الناس اللي هم بتوع الاعضاء البشريه ليه اختاروا الفئه اللي مثلا بتبيع في الشارع، الغلبانه اللي قاعده بتشحت الكلام دوت؟ اكيد الناس دي ما عرفتهمش عن طريق الموبايلات بس، الناس دي هم اللي راحوا لهم لغايه عندهم، راحوا للناس دي لغايه عندهم وهم في اماكنهم. يعني راحوا لعندهم مثلا لواحده عجوزه زي دي قاعده بتشحت ولا حاجه، قالوا لها اعملي كذا وكذا وكذا، سمعت كلامهم. راحوا لواحد تاني بتاع مناديل او حاجه زي كده بسمع كلامهم. انا ده كل اللي محيرنا يا جماعه، ان الناس دي بتوصل يعني ليهم ازاي، وبيقدروا يروجوهم يسمعوا كلامهم ازاي ان هم يخطفوا لهم العيال. يعني السؤال ده محيرني بصراحه. طب عجوز البساتين، ستي مش قادره تتحرك لدرجه ان هم مسكوها مش قادرين يكلموا معاها، ده غير الشتيمه بس. ما لو ضربوها ضربه هتموت فيها، يعني لو خبطوها ضربه ولا ضربوها ضربه هتموت فيها. ولقوا في الشنطه بتاعتها، لو انتوا هوريكم الصوره، لو لقوا الشنطه بتاعتها كيسه لبن ومليانه حقن مخدر، مليانه حقن مخدر. معنى انها مليانه حقن مخدر يبقى بتستدلهم بدل البنت 10. ست عجوزه مش قادره تقوم من مكانها، بتنادي على البنت بتصعب عليها، الست تقوم تقومها تروح شكاها بالحقنه تدوخ، يجي الاتنين ياخدوها. ايه الجبروت ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ هو في ايه؟ هو احنا للدرجه دي مستهدفين؟ للدرجه دي عايزين يخلصوا على شعب مصر؟ انا بصراحه مش بقلبها ان هي بتاعت اعداء بشريه بس، لا انا بقول ان احنا مستهدفين بصراحه. يعني مش عارفه يعني الكلام ده اخرته ايه ولا كده، بس هو دوت اللي فعلا بيحصل. ان ست عجوز. طب الشباب ماشي، انا معايا دلوقتي كذا حاجه، كذا صوره، شباب ورجاله وستات زي اللي انا وريتها لكم امبارح، ستات ماسكه روحها شويه. طب والعجوزه دي بتعمل ايه؟